الاداره دي تشرف بقى، تشوف مثلا الاهلي هيلعب النهارده مثلا مع وادي دجله، بيظبطوا بقى الملعب، بيظبطوا كل حاجه، الترتيبات، في جماهير مفيش جماهير، يعني حاجه كويسه وحاجه احترافيه جدا من النادي الاهلي، ظريفه جدا يعني. عايز كمان اقول النادي الاهلي بيوقع الفرع او هيوقع فرع التجمع الخامس الاسبوع المقبل. انتوا عارفين النادي الاهلي عنده 4 فروع دلوقتي، عنده فرع في 6 اكتوبر، وعنده فرع الجزيره اللي هو طبعا مقره الرئيسي، وفرع مدينه نصر، وفي فرع رابع، وفي فرع خامس كمان، او يعني فرع التجمع الخامس ده هيبقى الفرع الرابع بالنسبه للنادي الاهلي. والمهندس محمود طاهر هيوقع العقد ده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع وزير الاسكان. هيبقى في جلسه كده مع وزير الاسكان، مهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي هيوقع عقد الفرع النادي الجديد في منطقه التجمع الخامس. كمان مجلس اداره النادي الاهلي قرر تعيين الكابتن سمير عدلي مدير اداره العلاقات العامه يبقى رئيس الجهاز الاداري للفريق الاول. يعني كابتن سمير عدلي طبعا بخبرته الكبيره، ودي حاجه رائعه برضو، انا سعيد بيها جدا ان كابتن سمير عدلي طبعا انا اتعاملت معاه بشكل كبير جدا في منتخب مصر، هو الراجل يعني نقول عميد الاداريين في مصر، راجل محترم جدا، راجل منظم جدا، راجل عنده خبره وكفاءه عاليه جدا كابتن سمير عدلي. فالنادي الاهلي الخطوه دي اتاخرت كمان، خلي بالكم، يعني الخطوه دي كانت المفروض تكون من السنه اللي فاتت، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي قرر تعيين كابتن سمير عدلي كرئيس الجهاز الاداري للفريق الاول لكره القدم. اتكلمنا احنا في موضوع صالح جمعه الاسبوع اللي فات في ماتشات الدوري، وقلنا ان يعني النادي الاهلي فيه عقوبه ماليه على صالح جمعه، انه الفتره اللي فاتت ما كانش ملتزم. يعني جت معلومات كده للنادي الاهلي ان هو شويه، يعني خلينا نقول كده بيسهر شويه، مش ملتزم الكلام ده، فما بحبش اتكلم في القصه دي، لكن خلاص الموضوع اتعلن واتعرف. فصالح جمعه فيه عقوبه ماليه ضخمه ضده بسبب عدم التزامه، وتحذير ان صالح جمعه لو ما التزمش في الفتره القادمه هيكون في عقوبه اشد، وممكن يتعرض للبيع او للاعاره في شهر يناير القادم. ولكن كابتن حسام بدري برضو مش عايز يذبح اللاعب، قعد معاه وصالح جمعه تعهد ان هو هيلتزم في الفتره القادمه، وكابتن حسام اختاره في معسكر المباراه. لكن هل هيلعب مش هيلعب يعني هنشوف بقى النهارده كابتن حسام بدري هيحطه في ال 18 بتوع المباراه ولا لا. العقوبه الماليه